السلام عليكم البنات. اليوم غنخدم معكم طريقه تقليديه ديال البسطيله. بالنسبه لهاد الورقه البنات راه غير الورقه ديال البخار اللي مصوبه في الدار. دابا نحط لكم الوصفه ديالتها، نحطها لكم ان شاء الله في القناه قريبا. بالنسبه لهاد الورقه البنات راها مزيانه وفي نفس الوقت خايبه، غادي نشرح لكم كلشي بلي ديتاي. ندوزو للبسطيله. بالنسبه للبسطيله غنديرو بسطيله تقليديه، كنحتاجو الدجاج وكنحتاجو عطريه والبصله والربيع، يعني هادشي الضروريات، بالاضافه للوز والبيض. اول حاجه البنات هنايا انا خديت كميه ديال الدجاج، يعني حيدت الصدوره باش نخدم بهم شكل اخر ديال البسطيله. غادي نخدم دابا التقليديه، شديت غير الفخاد يعني الجهه التحتانيه ديال جوج فراج، يعني 4 ديال الفخاد كاملين. بالنسبه لكم ممكن ديروا في الروج كامل. هنا معلقه ديال السمن، والسمن ضروري البنات، معلقه عامره، معلقه سكينجبير، ربيع، قزبر معدنوس تقريبا. نديروا واحد الكميه ديال 4 ديال المعالق كبار ممسوحين. كنضيفوا هنايا معلقه ديال سكينجبير، ممكن انكم تضيفوا ضامه ديال الزعفران. درت معلقه الخرقوم، ودرت المعلقه ديال البزار، ودرت جوج حبات ديال البصله كبار. ممكن ديروا حتى اكثر على حسب الكميه اللي دايرين. هنا غنضيف معلقه ديال الملح. هنا البنات بالنسبه لي علاش غنضيف هذا الملح، لان مازال غنطيبوا البيض في هذيك المريقه اللي غادي تبقى لينا. بالنسبه لكم اللي كثرتوا البصله راه غتزيدوا العطريه، درتو كميه نفسها غادي ديروا نفس الكميه. هنا البنات كتخليوها على عافيه مهيله، كيطلق غير الماء ديالو، كتبداو ترويوها وكتبداو نوبه نوبه تطلعوا عليها حتى كطيب. ملي كطيب البنات عاد كنضيفوا لها طويبات السكر، كتكونوا كحات معنا حتى نحيدوا هاد الدجاج. بالنسبه لهاد الدجاج البنات غادي نفتتوه كامل، غادي نحيدوا منه دوك العظيمات نسخوهم كاملين. انا هاد المريقه اللي كتبقى لينا كنخليوها كتوكح مع ديك طويبات السكر، وكنضيفوا ليها واحد شويه ديال القرفه باش كتجينا معسله. بالنسبه اللي بغى يدير ليها هذا العسل، يمكن لكم ديروا العسل سواء عسل بلدي او لا العسل العادي، يعني عسل الحره او لا العسل العادي اللي كتصوبوه في الدار. على هذا الشكل كنخليوها حتى كتوكح. ملي كتوكح البنات انا هنايا خديت 5 ديال البيضات، ممكن ديروا اكثر. كنضيفهم وكنبدا كنحرك يعني مع التقليب المستمر حتى كتنشف لينا في مره. لينا هو البسطيله ديالتنا ما خصش يكون فيها الماء، الا كان فيها الماء غادي تقطع لنا الورقه، غادي تجينا البسطيله خايبه. هنا كنبدا تنحرك البنات على هذا الشكل. اللي بغات تضيف واحد نص كاس ديال الزيت ضيف، لانه انا راني خلطت شويه زيت بلديه وزيت روميه فاش نصبت الدجاج ديالي. هنا كما كتشوفوا البيض كيجي على هذا الشكل. كنستمروا البنات في التحريك حتى كتشرب لينا في مره، بحال ما كاملين نديروها بحال شكل ديال الدغميره. خصنا ملي ندوزو ما ترجعش لينا الدغميره ديالنا، يرجع لنا غير الزيت فقط. كنستمروا في التحريك على هذا الشكل. من بعد غادي نصفيو هذا الشيء باش الا كان فيه شي ما ولا شي حاجه كتزول. هذه هي المرحله الاخيره. كتوجدوا الورقه ديالكم سواء في الدار سواء ورقه البخار ولا اي نوع ديال الورقه اللي عندكم. في هذه الاثناء كطحنوا واحد شويه ديال اللوز، اما طحنوه كونكاسي اولا طحنوه بودره. انا فضلت اني نطحنو بودر مع واحد المعلقه كبيره ديال القرفه، بالاضافه لواحد شويه ديال السكر. هنا درت واحد الطاوه فين غادي نقطر هذاك المرق اللي غيبقى ليا من البيض باش البسطيله ديالتنا ما كتجيناش معجنه. هنا الدجاج فتتناه وقطعناه شويه صغير، حيدنا الوقوع دوك العظام في مره، ما تخليو فيه حتى شي حاجه ديال العظام. هنايا غديروا البيض ديالكم يقطر كما كتشوفوا راه كتخرج داك الماء اللي فيه، واخا يبان لكم ناشف من الاحسن تقطروه. انا عندي واحد 4 ديال اللوز شديتها بحال ما هكا، طحنتها بودر. ممكن انكم ديروها كونكاسي مع القرفه والسكر سنيده، كتبقى حسب الرغبه. هنا الورقه البنات اللي خدمتها هي الورقه البنات من بعد غادي نهضر لكم عليها ان شاء الله. كتشدوها كتفرشوا الورقه ديالكم هذه ديجا، يعني دهنها انا بالزيت. كتفرشوا اول حاجه الدجاج، سواء كديرهم بسيط الدائريين، ممكن ديرهم مدينين، ممكن ديرهم محنشات بنفس الطريقه. كنسبقوا الدجاج، من بعد كنديروا فوق منه البيض، كنجمعوا الجوانب ديالنا باش ما تخرجش لينا الحشوه. من بعد كنبداو نلفوا البسطيله ديالتنا. هنا الورقه البنات راه ماشي ناجحه 100%، ولكن على الاقل ديبانيو راسكم الا ما لقيتوش الورقه ديال الفيلو في بيم اللي حداكم او لو سوبر مارشي اللي حداكم، او كذلك الا ما لقيتوش ورقه البسطيله متوفره ممكن تخدموهم حتى بالتريد. راه دي فوا انا البنات كنديرهم غير بالتريد كيجيو غزالين، سوا هادو سوا ديال الكفته تيجيو فنين بزاف. هنايا كما شفتوا كنسبقوا الدجاج، من بعد كنديروا فوق منه القياس ديالنا ديال البيض اللي درنا مع الدغيميره، وكنبداو نلفوا
على هاد الشكل، كنجمعوا الجوانب من بعد كنبداو ندوروا على شكل دائري، من بعد راه كنحطوا يدينا وكنحربلوهم شي شويه. هادو البنات راه ممكن تحتفظوا بهم حتى لمده شهر في الكونجيلاتور، راه ما تيوقع ليهم حتى شي حاجه. ملي تبغيو طيبوهم غادي تستفوهم في اللاطه ديالكم ودهنوهم بالزبده وشويه ديال الزيت، وغادي تدخلوهم الفوق حتى يتحمروا ويديكونجولاو. اون فوا جبدوهم الكونجيلاتور سور بلاص دخلوهم الفران وتعاودوا تهبطوهم لتحت يتحمروا، ممكن دهنوهم حتى بالبيض كيجيو غزالين.